السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. البنات اليوم ان شاء الله جيت لكم بتبريمه اللي زوينه ان شاء الله، وكتعطي بياض ان شاء الله اللي غادي تجي زوينه ان شاء الله. هنا عندنا المكونات اللي غادي نديروهم جافين، هما هادو. عندي هنا الريحان اللي هو هذا، وعندي البابونج هذا، وعندي الخزامه، وعندي العرعار، وعندي اوراق السدر، وعندي الورد. غناخد هاد المكونات، غناخدهم طحنهم، وغناخدهم منه معلقه من الحاجه، كل حاجه غناخد منها معلقه، وغادي نديرها في شي زلافه باش نكمل معكم المكونات اللي باقيين. وغير تبعوا المراحل البنات، لان ان شاء الله هذه التبريمه راه فايت عطيتكم التبريمه هذه حتى هي واعره وزوينه، بانني انا قبل كنت ساكنه في العيون، وهذه ديال صحاباتي صحراويات تبارك الله ما شاء الله تاهما عليهم، اخواتي الصحراويات اللي كنشكرهم من هذا المنبر، اللي ما كيبخلوش عندنا بالوصفات اللي كنت معاهم تما تبارك الله. استفدت منهم بزاف د الحوايج، سكنت تما تقريبا مده 5 سنين معاهم. اش غنقول لكم، زعما ما شاء الله ما شاء الله على العيالات كلها من المدن كاملين، ولكن هما سبحان الله ما كيبخلوا، لا عرفوا قلبك زوين وانت مزيانه، ما كيبخلوا لك حتى شي حاجه اللي في قلبهم تيعطيوه ليك. المهم باش ما نطولش عليكم، غنخلط هاد المكونات كامله، غادي نخلطها في كل شيء وغادي نطحنهم. هنا درت العرعار، هنا درت الريحان، نطحن كل شيء مع بعضياتو. وهنا غادي ندير البابونج. هنا البنات دابا الحال سخون، علاش درت ما دفيتهم لا في المقله لا والو، لان اصلا مسخناهم في الشمس. ملي ما كتكون الشميشه كناخذهم قيله، غير ندفيوهم شويه، ماشي نسخنوهم حتى يتحرقوا، غير ندفيهم شويه ونطفي عليهم البوطه ملي كيكون الحال بارد، وكيحيدوا لنا التصبغات ديال الجسم، وكيعطينا بياض زوين. بالنسبه للحروق ديال الشمس حاليا كنخرجوا كضربنا الشمس، كيبقى لنا طراس في الذات ديالنا. كتجي هاد الوصفه زوينه رائعه ان شاء الله، وانتم غادي تجربوا. المهم باش ما نكثرش عليكم، غادي نشد حيت هاد سميتو نحيدهم، غير هاد الوريقات ديال الورد، باش غادي نطحن كلشي مع بعضياتو ونكمل لكم ان شاء الله المكونات الاخرى. نتوما غير تبعوا بلا ما دوزوا البنات. كاين اللي كيزرب وكيقول لك الوصفه حقا ما صدقاتش ليا، لا تبعوا كيفاش الطريقه، حاجه دقه. وانا ما غنطولش عليكم ان شاء الله في هذا الفيديو، باش غادي يجيكم مختصر صافي، باش تجي هذاك الشيء يجي هو هذاك ان شاء الله. تبعوا كيفاش، لان الطريقه هي كل شيء، اما هادشي راه حنا عارفينه. طريقه الاستعمال هي كل شيء، كيفاش نديرو باش كيبقى لنا الجسم ديالنا ناصع، واللي شافك غادي يسولك. والرائحه واعره، خصوصا الا مشيتي للحمام بلدي، الحمام مغربي بلدي الا مشيتي ليه، او البنات اللي في الدول الاوروبيه والدول العربيه على سميتو يديروه الحمام مزيلي حتى هو كتخرج فن هاد الوصفه. واللي يشمها لك هاد الريحه غيقول لك هاد الريحه زوينه ان شاء الله. البنات هادو هما المكونات اللي عندي، غادي نطحنهم ونرجع معاكم. صافي هنا طحنتهم، اللي هو هادو المكونين. الا كنتو البنات غادي ديروا نتوما غير واحد، ديروا 2 معالق من هاد الطحين. انا غنديرو انا وبنياتي ان شاء الله، غادي نديرو نستعملو كامل. نتوما هادشي المكونات كاملين معلقه كامله من الحاجه، لانني درت شويه الورد الزايد. نتوما ديروا معلقه وطحنوا. انا درت شي مسائل زايدين بحال الورد بحال العرعار، درتهم زايدين على حساب البنيات، غنمشي انا وياهم ان شاء الله. المهم هما هادو المكونين. هنا غادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال الكركم، اللي هو الخرقوم بلدي، خرقوم مطحون هاك. وهنا غادي نزيد عليهم معلقه صغيره ديال العكر الفاسي، وغنخلط الكل مزيان بحال هكذا البنات. وغادي نزيد عليهم واحد شويه ديال النيله الزرقاء، هذه راه مسمينها اخواتي الجنوب الصحراويات
التبريمه ديال العروس اللي هي هذه. انا غادي ندير تقريبا معلقه صغيره تقريبا ديال النيله الزرقاء، هي هذه هي مبيضه للجسم. وغنخلط الكل بحال هكذا البنات مزيان، نتبعوا كيفاش درت دابا انا، وان شاء الله الامور غتكون مزيانه. هنا غادي نزيد واحد 2 معالق ديال الحنه اللي كتكون عند العطار مطحونه. قولي الحنه، عطيني الحنه المطحونه ديال اليد، او خذوا الباكيه. انا الافضل كناخذ هذه الاغلبيه، الا انا ما لقيتش ديك المطحونه ديال اليدين اللي هي هذه، الا ما لقيتهاش كناخذ ديال الباكيه كنستعملها. غندير واحد تقريبا 3 ديال المعالق، لان غنديرو حنا ب3 بينا تبارك الله ما شاء الله 3. نتوما درتو معلقه من الحاجه، ديروا معلقه من الحاجه نتوما شفتوا، ومعلقه صغيره ديال الكركم تكون ما مملوءاش، لكن غيدير شخص واحد، وشويه ديال العكرفاسي وشويه ديال النيله الزرقاء. كنتو غديروا الدوبل 2 اشخاص او 3 ديال الناس كنديروا مضاعف صافي. وكنخلط الكل بحال هكذا البنات. وغادي نزيد واحد شويه ديال الليمون او الحامض، غادي ناخذ واحد نص ليمونه او حامضه كامله غنستعملها. لان البنات انا قلت لكم بان المكونين انا غضاعفتهم، وانتم بغيتو ديروا شخص واحد او بغيتو طحنوهم كاملين وتاخذوا منهم القياس اللي غديو وتخليوه في شي قريعه حتى الاسبوع الماجي. سيروا الحمام هذا الاسبوع والاسبوع الماجي عاودوا هزوا منا، غير ما تكون ما مخلطاش بالماء، ما تكونش مخلطه، تكون بحال هكايا جافه. انا غناخذ الليمون حيت العطيام ديالو ماشي مشكل لان غيدار للجسم. نحيد هاد المعلقه، نزيد واحد شويه ديال الليمون ديال الحامض، ونعصرو صافي. هنايا غناخذ نزيد الماء مغليان، وغناخذ القياس. الاحسن نديرو المغليان باش تطلق لينا على خاطرها واحد نص ساعه ولا ساعه ندير الجسم ديالي ونمشي للحمام. باش ما نضرقش عليكم نتوما عرفتي مع المياه طلع هذيك السقوه زوينه. نزيد الماء كمان ديال القياس اللي غيكفيني باش نخليها شويه متماسكه. حنا عارفين كيفاش كنديروا الحنه في الحمام او في الدار، الحمام ديال المنزل كنديروه نبلو الجسم ديالنا بالماء دافي، ومن بعد ملي تطلق لينا هاد الحنه وتبرد كنديروها على الجسم ديالنا وكنخلوها تقريبا 15 دقيقه على حسب. كاين اللي ما كيبغيش السخونيه بزاف في الحمام او ما يبغيش يبقى الحمام بزاف في الدار، 15 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى تطلق لينا مزيان. وكنغسل مني كنغسل من الحنه البنات كنحاول ندير واحد شي شويه ديال الصابون البلدي. كناخذ الصابون البلدي ديال العبار او كناخذو ديال الساشيات. انا غنوريكم مني كنغسل من الحنه كندير الصابون اللي كندير باش كنحك بالكيس. ايوا اراكم ملي كنبغي نحك بالكيس البنات اراكم تبارك الله ما شاء الله، ارى ما عندكم
باش تحكوا الجسم وغتخرج الجسم ديالكم. والله البنات حتى غتخرج الجسم ديالكم، غيخرج من اول استعمال تبارك الله. حتى اللي جالس حداك في الحمام او في الدار بحال هكذايا، ملي غتعومي كلشي يسولك شنو درتي، شنو الوصفه اللي درتي، كتعطي تبييض ناصع على الجسم. نتوما الحله ديالي هي هذه، غنحاول نزيد واحد شويه ديال الماء. انا علاش كنخلطها غير بشويه شويه، مبغيتش نجريها ونخليها متماسكه باش منين ندير الجسم ديالي ما تهبطش ليا كامله، تهبط سائله كتبقى لي في الجسم. صافي، هذا هو السر ديال التبريمه الصحراويه، هي هذه تبريمه العروس وتبييض ان شاء الله. كاين وصفات ان شاء الله. انا زعمتني واحد الاخت اللي قالت لي خالتي علاش ما تشاركيش معنا، هي علاش لا نشارك معكم بزاف الوصفات كاينين ان شاء الله، مره طبخ مره وصفات. صافي هي هذه، غنخليها حتى تبرد وغنستعملها الجسم ديالي. البنات دابا ساليت التبريمه، غنوريكم الكساشيات ديال الصابون. انا باقا دايره لينك البنات لا اشهار لا والو، الصابون اللي راك عارفو ثمن بايض ثمن رخيص. انا حاليا ما عنديش ديال العبار، ملي كنغسلو من الحنه كنشد هذا الصابون. انا علاش وليت الصابون بالنسبه للدول العربيه ما كيعرفونش كيفاش شنو كان، علاش هضرت الصابون اللي ديال الجسم اللي كندير انا هو هذا، او كنتو كديروا صابون الحجره ديروه وخليه واحد شويه وغسلوا منه وجبدوا الكيس اللي كتحكوا به وحكوا. ان شاء الله غتكون الوصفه رائعه ان شاء الله. بسم الله تبارك الله ما شاء الله الرحمن الرحيم، لانه هو هذا علاش هضرت لكم. وبصحتكم وراحتكم ان شاء الله الى وصفه اخرى او طبق اخر بالصحه والراحه. البنات تبعوا التفاصيل كامله من الاول حتى الاخر باش تنجح معاكم. غير تشوفوا داكشي حطيتو صافي، هذه غير حنه، هذه غير تبريمه صافي. انا خديت المقادير غير بالنظره ديال الشوفه ديال وجهي راني خديتها. لا، تبعوا كامل باش الطريقه اللي حطيت لكم انا هي اللي تبعوها باش تخرج لكم وتنجح معكم التبريمه ان شاء الله ومن اول استعمال. والتعاليق انا كنتسنى الكتابه ديالكم، التعاليق تردوا عليا ان شاء الله بالصحه والراحه ان شاء الله. الى وصفه اخرى كي قلت لكم من قبل، بصحتكم وبراحتكم.